السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة معانا فيديو جديد. السردين بقى طلع في الأسواق ومال الدنيا بقى، كل سنة وانتم طيبين. فقلنا نعمله بطريقة حلوة وبسيطة، نقليه في الصينية على الفرن وعلى البوتاجاز وفي الفرن بطريقة سهلة وبسيطة. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أولا نسمي بسم الله. انا معايا هنا كيلو ونص سردين، غسلته طبعا، انا فتحتوش ولا قطعت راسه ولا حاجه. هعمل له التتبيله. اهم حاجه في التتبيله الليمون، فرمه، توم وفلفل في الكبه، وحطيت عليهم كمون وكزبره وشعره فلفل اسمر وشطه اختياري، اللي مش حابب يحط شطه ما يحطش. وحطيت ليمون طبعا، وتبلت السمك كله كده بالتتبيله. ومعايا الدقيق اللي هقلي بيه، حطيت عليه شوية ملح بفلفل كده، ملح بكمون بفلفل اللي هو متبهر ده. وهبدأ اخد السمك المتبل واحطه في الدقيق كده، اغلفه بالدقيق كله. انا معايا هنا صينية حاطه فيها شوية زيت تحت حلوين كده في أرضية الصينية، وهشيل بقى السردين هحطه في الصينية كلها علشان ياخد الجنب اللي هو هيبقى تحت، هيبقى فيه زيت، هيتعك زيت. وهشيله وهجيب صينية بقى أكبر شوية علشان هتاخد الكمية معايا. وهقلبه بقى، يعني الناحية اللي هي والصينية التانية برضو فيها شوية زيت، وهحط بقى الناحية اللي هي اللي كانت في الصينية الأول فوق، والتانية بقى تحتها زيت، يبقى كده السمك اتغلف من فوق ومن تحت بالزيت. وهرصه في الصينية بالشكل ده كده. وعندي بقى البوتاجاز مولع، هولعه كويس، وهحط الصينية بالشكل ده كده، يبقى الصينية في السردين متبطن زيت من فوق ومن تحت، الزيت بتاعه فيه من فوق ومن تحت علشان ايه؟ يبقى فيه زيت عشان يتقلي، يعني يتحمر معايا. هياخد الخطوة دي كده فوق على البوتاجاز من فوق لحد ما ياخد لون كويس من تحت، وبعدين هدخله تحت الشواية ياخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما يطلع برضو فلفل وتوم عليه البهارات اللي احنا حطيناها، وهرشها عليه كده علشان تطعم معايا السردين وتخليه طعمه حلو. شايفين ما شاء الله، طريقة سهلة وبسيطة وما خدتش زيت معانا كتير. جربوا بقى الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم. سلام عليكم.